السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل العيش البلدي وهعمله معاكم بخطوات سهلة وبسيطة للناس المبتدئة، وهقولك بقى على العجينة المظبوطة والسوى المظبوط اللي يخلي معاكي العيش كله يرتفع واللهم بارك يبقى طري كمان بعد السوى. يا ريت تتابعي للآخر علشان تشوفي الخطوات كاملة للآخر، ويا ريت لو أول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اول حاجه انا هعمل معاكم 15 كيلو، والدقيق اللي انا هخبزه النهارده دقيق اسمر، يعني دقيق مدعم مش خلط عليه اي دقيق. لو حابه بقى تخلطي مع الدقيق الاسمر دقيق زيرو او دقيق قمح، العيش البلد هيطلع معاكي تحفه. ولو هتخبزيه دقيق اسمر وحديه خلي بالك بس من خطوات العجين. انا النهارده حولت الدقيق الاسمر لدقيق بجد طلع تحفه لان انا عجنته مظبوط. اهم حاجه في العيش البلدي ان احنا نعجن العجينه مظبوطه. في الاول بقى انا خلت الدقيق وطلعت منه النخاله، وبعد كده ضفت بقى معلقتين كبار خميره ومعلقتين كبار ملح، بس الخميره ما تكتريش يعني ما تملهمش قوي، والملح علشان ما يخليش العيش يبقى فيه نفطه بعد كده. والخميره الكميه القليله هتاخد معاكي قد الكميه الكبيره. تخلي بالك بقى من خطوات زي كده علشان لو عجنت كميه قليله هتحط لهم برضو معلقتين كبار خميره. واهم حاجه بقى ان احنا نعجن العجينه مظبوط. يعني في اول العجين كده العجينه كانت بتتقطع، بس انا عجنتها الاول على اليابس وبعد كده بطري فيها واحده واحده. ولما نيجي نطري العجين في اي معجنات يا ريت ما ننزلش بالميه اللي احنا هنطري بيها مره واحده، لا ننزل على كذا مره علشان العجين يبقى مظبوط، وكمان نخدمه يبقى ليه عرق. والعجينة لو اتخدمت في الأول وبقى ليها عرق ومظبوطة هتلاقي بقى في أي معجنات هتلاقي النتيجة في الآخر تحفة معاك. أنا النهاردة حبيت كمان إن أنا معجنش في العجان علشان الناس المبتدئة تعرف العجينة المظبوطة. يعني في الأول بنعجنها عجينة يابسة، وفي نهاية العجين بتبقى عجينة ناعمة زي ما انتوا شايفينها كده، عجينة طرية بس ما فيهاش تلزيق جامد، واللهم بارك نعمت واتخدمت كويس. في الصيف ما بنطريش العجينة قوي علشان لسه هتسيح معانا اول ما الفرن بيشتغل، يعني نخلي العجين كده ناقص شوية، يعني ما تخلوش طري قوي ان هو يفرد معاكي كده على وش العجين. يعني الرغيف اللي انا قطعته كده لو فرد معاكي كده على وش العجين يبقى كده العجينة طرية، وانت لسه بتعجنيها يبسيها شوية. ولو ما صرحش خالص يبقى كده العجينة يابسة، لو صرح معاكي على بسيط يبقى كده العجينة في الوسط. لازم بقى تعملي الاختبار قبل ما تغطي العجينة وتشوفيها هي مظبوطة ولا لا في الأول. انا كده العجينة ما شاء الله مظبوطة، يعني عجينة كده في الوسط، يعني ولا طرية قوي بتتلزق ولا يابسة قوي، يعني عجينة في الوسط. لميت بقى العجينة وعلمت الطشت علشان هغطيه وهسيبه لما يخمر، واهم حاجة وقت الخمر ما نستعجلش عليه خالص ونقوم نخبز الا لما نلاقيه اختمر. بس ما شاء الله انا كنت بعمل في مصلحة تانية، على ما رحت شفته كده لقيته ملا معايا الطشت، رشيت بقى النخالة جنب الفرن، يعني فرشت ملاية عجين ورشيت عليها النخالة. لو هتقطعي في صواني تقلي النخالة شوية علشان ساعة ما تلقطي الرغيف ما يلزقش معاكي في الصينية. وبعد كده هتقطعي وتوسعي بعيد عن بعضه علشان لسه هيخمر وهتلاقيه سرح وراح لبعضيه. لما يكون كل رغيف كده بعيد عن بعضه هتعرفي تلقطيه وتعرفي ترحي. انا قطعت بزيت، بس لو انتي هتقطعي بدقيق هتغطي علشان ما يعملش معاكي طبقة ناشفة. ما تخبزيش اول ما بتخلصي تقطيع، انتي بتسيبيه يخمر على النخالة 10 دقايق، وبعد 10 دقايق بتشغلي الفرن يسخن. اول بقى ما الفرن بيسخن بتوطي البلاطة وتخلي الجنوب وسط. لو انت لسه مبتدئة خلي الجنوب وسط، ما تخليهاش عالية علشان ساعة ما ترمي الرغيف ما يتلخبطش معاكي. وبنجرب بقى اول رغيف، ولو طلع معانا مظبوط بنكمل بقى بقية الخبيز، ولو لسه فيه نفطة هنصبر شوية ونرجع نخبز. بس اللهم بارك من اول رغيف ارتفع، وقربتلك التصوير كمان علشان تشوفيه وهو في الفرن. بنديره بقى بالراحة خالص، الرغيف اللي بيرتفع بنديره بالراحة علشان ما يتفتحش معانا ويطلع على ايدينا سخونة، وكمان علشان يبقى مرتفع وشكله حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا عملت معاكم العيش البلدي بطريقتين، انا عملته بالمطرحة وعملته كمان من غير مطرحة ومن غير فرن خالص، وكمان العيش كله ارتفع وسويته على المصفى. يا ريت بقى اللي ما شافوش يا ريت يرجع يشوفه، موجود على القناة، بجد طريقته سهلة للناس المبتدئة. اما لو عايزه تخبزي العيش البلدي وبالمطرحه، انا عايزاكي بس في الاول تظبطي العجينه، يعني ما تخليهاش عجينه بتتلزق معاكي جامد وانت بتعجنيها، وما تخليهاش عجينه يابسه. العجينه هتبقى معاكي في الوسط هتعرفي ترحي، وخطواتك تكون مظبوطه، وان شاء الله هتطلعي العيش البلدي معاكي تحفه. العيش البلدي هو مش صعب ولا حاجه، بس اي حد لسه مبتدئ
هيحس ان هو صعب ومش هيعرف يخبز. بس بعد ما تمشي على كل خطوة انا شرحتها ان شاء الله هتخبزي العيش البلدي حتى لو اول مرة، وهيطلع معاكي مظبوط. وما تقلقيش ولا حاجة، كلنا في الاول كده كان بيبقى صعب علينا، بس بعد ما ظبطنا العجينة بقينا نعرف نخبز والعيش البلدي يطلع معانا مظبوط. وبخصوص الرح، يا ريت بقى نمسك المطرحة من تحت اليد، ما نمسكهاش من اليد من فوق، علشان الخطوة دي هتخليكي تعرفي ترحي. وامي الله يرحمها كانت معلماني بيها، وبعلم بنتي بنفس الخطوات. واللهم بارك، زي ما انتوا شايفين العيش كده كله بيرتفع، واللهم بارك بجد، طالع تحفة وتسويته تحفة. ولو لسه مبتدئ زي ما قلتلك، وطي الشعل شوية وانت بترمي، وكمان اقعدي على حاجة عالية عن الفرن علشان تعرفي ترمي والرغيف يطلع معاكي مظبوط. وفي الاول اتعلمي الرمية من مطرحة لمطرحة، وبعد كده ارمي في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خطوات سهلة وبسيطة. شايفين بقى مسكة المطرحة كده أسهل بكتير ما تمسكي المطرحة من اليد من فوق. الخطوة دي هتخليكي تعرفي تنطري الرغيف، وكمان ما تخليش تحتيه أي نخالة. ولو لقيتي فيه تلزيق في العجينة، خلي جنبيكي طبق كده فيه شوية نخالة على شوية دقيق، ورشي منهم المطارح. أول ما تلاقي الرغيف بيرتفع، وطي الشعل خالص وديري الرغيف بالراحة علشان ما يتهريش معاكي، وكمان ما يتحرقش. يعني شايفين انا طلعت بقى اللي استوى بره، ودخلت الجنب اللي هو لسه ما استواش لجوه، وبديره بالراحة خالص. التسوية المظبوطة كمان بتكون على نار متوسطة مش نار عالية علشان ما تحرقش الرغيف. وكمان الناس المبتدئة بتبقى خايفة من شكل النار. عايزاكي توطي النار وانت بترمي وانت بتديري الرغيف. ولو فرنك ناره حامية، على ما يسخن بتوطي بقى الجنوب والبلوطة، بتكملي بقية الخبيز وبيطلع معاكي مظبوط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل الخطوات دي لو مشيت عليها بجد، العيش البلدي هيبقى سهل معاكي وهتعرفي تخبزيه. وزي ما انتوا شايفينه كده من اول رغيف لحد اخر رغيف، اللهم بارك، العيش كله ارتفع ومفيهوش حاجة صعبة خالص. حاولت كمان ان انا اقرب لك التصوير لكذا مرة علشان بس تشوفي العيش وهو في قلب الفرن وهو بيستوي. طريقته سهلة ومفيهوش حاجة صعبة خالص. واول بس ما بيرتفع زي ما قلتلك هنديره بالراحة خالص عشان ما نهريش الرغيف، وبنوطي الشعل. واول بقى ما بيستوي بنطلعه وبنخبز تاني. العيش البلدي انا بخبزه وحدية، بعد ما ولادي بيمشوا المدرسة بخبزه وحدية، يعني مش صعب ولا حاجة، واي حد يعرف يعمله. اهم حاجة لو لسه مبتدئ، اعملي يعني 2 كيلو وجربيهم على المطرح، ولو ظبط معاكي تقدري بقى تعملي الكميات اللي انت عايزاها. ولو مش عايزة تعملي عيش المطرحة، اعملي العيش اللي احنا عملناه على المصفى، هو برضو عيش بلدي وبيرتفع. واللهم بارك، تسوية المصفى بقى احلى من الفرن بكتير. ارجعي بقى شوفيه موجود على القناة. انا كده خلصت الكمية. العيش طري جدا بعد السوا. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تطلعي حتى لو بمعلومة بسيطة. اتمنى بقى ان انت تدعميني بلايك.